الراجل ده أخد جايزة نوبل عشان بلع طبق بكتيريا. لفترة طويلة الناس كانت بتعاني من قرح المعدة والتهابات الجهاز الهضمي، وكانت تفسيرات الأطباء وقتها إن السبب لتوتر يا زيادة بهارات في الأكل. لكن ظهر دكتور اسمه باري مارشال وكان ليه رأي مختلف، قال إن السبب في الالتهابات والقرح دي هو نوع من البكتيريا قادرة إنها تعيش في المعدة، بس الأطباء اللي حواليه كلهم رفضوا فكرته وقالوا ده مستحيل، وكان مبررهم إن البكتيريا استحالة تعيش في الوسط الحمضي بتاع المعدة اللي هو ال HCl. فقرر الدكتور باري يعمل حاجة مجنونة. سنة 1985 جاب طبق فيه البكتيريا وبلعها بنفسه، عشان بعدها ب3 أيام يظهر عليه أعراض التهابات شديدة في المعدة، وبعد التحليل ثبت وجود مستعمرات من البكتيريا قادرة إنها تعيش في المعدة فعلا، وتعرف النوع ده باسم ال H. بايلوري واللي بنقول عليها جرثومة المعدة. وبكده قدر يثبت نظريته ويغير فهمنا للقرحة تماما. وسنة 2005 أخذ جايزة نوبل في الطب لانه غير الطريقه اللي بنتعامل بيها مع امراض المعده. والنهارده بسبب قرار دكتور باري المجنون ملايين من الناس بتتعالج بسهوله من جرثومه المعده بمضاد حيوي بس. فكركم تشتركوا في القناه وسلام.